مع كريم حسن شحاتة، كابتن سامي الششيني، كابتن شادي محمس. طيب عقبال ما يعني رامي علي زميلنا في استاد الفيوم يكمل لقاءاته، وعمل لقاء مع احمد الشيخ صاحب الهدفين النهارده، والهدفين جمال قوي يا كابتن سامي، يعني هدفين واحده ضربه رأسيه وواحده تسديده من داخل منطقه الجزاء مركونه ومحطوطه بشكل حلو قوي. طيب خلينا نروح لرامي علي. معاك كابتن ايهاب جلال طبعا مدير الفني لمصر المقاصة اللي وصل بفرقته للمركز الثاني دلوقتي في جدول الترتيب. شكرا كريم، وبمسي طبعا عليك مره ثانيه وعلى كابتن سامي الششيني وكابتن شادي محمد. معانا نجم المدربين المصريين كابتن ايهاب جلال مدير فني لفريق مصر للمقاصة. مبروك المركز الثاني، مبروك 3 نقاط جديده والاداء الرائع كابتن ايهاب. والله الحمد لله، برحب بقى الكباتن ويعني كلهم، كابتن شادي وكابتن كريم وكابتن سامي الششيني وكابتن سامي اخواتنا طبعا وكباتننا، وما بقول لهم يعني كل سنه وانتم طيبين. لكن هو مش كابتن مصر حاجه، انا يعني مدرب عادي زي المدربين، اقل منهم شويه، انما هو ده فيه من عند ربنا، ويعني دي اهم حاجه. تواضع صفه العظماء كابتن. لكن اداء حضرتك مع مصر المقاصة مش الموسم ده بس، طبعا المواسم الماضيه بتاكد ان حضرتك مدرب ومدير فني على اعلى مستوى، وان شاء الله لسه اللي جاي احسن. طموح مصر المقاصة ايه الموسم ده؟ هل في طموح ان شاء الله ترجعوا للبطولات الافريقيه؟ ان شاء الله طبعا، دي حاجه من الحاجات المهمه، واهم حاجه ان احنا يعني برضو الطموح يساوي ان احنا بنقول ان احنا عايزين نكسب كل مباراه، فدي رد برضو ان احنا عايزين نعمل ايه. لكن ان احنا نجزم بقى ان احنا هننافس منافسه كبيره، ممكن بعد الدور الاولاني لو اذا ربنا اراد وكملنا واحنا بنكسب الاداء ابتدى يتحسن، وده اللي مريحني انا شخصيا. تمام. يعني كابتن ايهاب بالتاكيد احمد الشيخ اضافه لفريق مصر للمقاصة، ولكنه على سبيل الاعاره. بتفكر في المساله دي دلوقتي ولا سايبها لنهايه الموسم؟ لا انا بفكر فيها دلوقتي طبعا، بس يعني انا بخش اعاره اصلا. لكن الشيخ طبعا ما كانش عندي اي تردد، او كنت انا مصمم ان هو يجي لو ميدو هيروح، لان ميدو لعيب كبير وكان هيعمل لي مشكله لو ما فيش حد في نفس المكان. لكن برضو ربنا كرمنا بإيريك وكوافي وعبد الظاهر ونانا، فعندنا ان شاء الله يساعدوا بعض كلهم ويساعدونا ونقدر نعمل حاجه كويسه. لكن الشيخ هيظل اديله الفرصه طالما هو قادر ان هو يساعدنا، وان شاء الله برضه هبتدي احضر ان احنا لو الشيخ مش معانا او ربنا كرمه حتى رجع النادي الاهلي او راح بره اي حته هو عاوز يروحها، اعتقد ان بنحاول. بس هفكر بالكلام ده هيبقى يعني بنعد حد او اثنين يبقى خلال سنه يعني، فان شاء الله نساعده في المباريات بقى اللي ممكن يبقى فيها فرص، نقدر ندي فرص للناس حتى في عدم وجود الشيخ يعني. كابتن ايهاب اكيد كريم زميلي في الاستوديو وكابتن سامي كابتن شادي عندهم اي اسئله لحضرتك؟ كريم يا رامي معاك كابتن ايهاب. ماشي كابتن ايهاب، مبروك كابتن ايهاب، ربنا يبارك فيك يا كريم وربنا يكرمكم وكل سنه وانتم طيبين. عايز الله يخليك، عايز طبعا اقول لك ان انت ما شاء الله يعني كل سنه لعيبه جديده وبرضه نفس الشغل بيتكرر، فيعني اكيد في حاجه في التدريب بتفرق مع مصر المقاصة. يعني السنه دي مشي منك لعيبه كتير جدا، عمرو بركات وميدو جابر ولعيبه كتير وعمر النجدي يعني 5-6 لعيبه تقال في الفرقه، ولكن نفس الشغل احنا بنتفرج عليه. ده معناه ان في سيستم تدريب واضح وثابت مهما كانت اللعيبه مين، السيستم ده بيتحقق. فاعتقد ان ده نجاح لحضرتك، وانا عارف ان حضرتك يعني الكلام ده بتخجل منه شويه او بتتكسف، ولكن ده الحقيقه فاحنا اللي شايفينها، فلازم نقول كده. والله هو توفيق كريم، يعني انا مش يعني توفيق، وانت حاجات الواحد بيحاول اللي بيتعلمه يصر عليه ويبقى عنده وجهه نظر بتصر عليها وتستحمل اللعيبه شويه وتستحمل اخطائهم عشان يتطور. لو ما استحملناش برضو الكلام ده زي ما في ايام بيبقوا كويسين، اكيد في بعض الاخطاء بنصلحها حتى واحنا بنكسب، ودي المهم يعني. اهم نصلح الاخطاء واحنا بنكسب، مش واحنا يعني لو لا قدر الله بنخسر فهتبقى كل الناس وحشه. ده لا طبعا، اكيد بيعملوا حاجه كويسه برضو حتى وانت مش متوفق. ونروح بقى اللي مع اللعيبه والتعامل معاهم نبقى برضو الى حد كبير خير مع كل اللعيبه، وجو معين في الاخلاق حتى اختيار اللعيبه، ودي حاجه بتهمني انا جدا. هي بالاخر بتطبع على التعامل بينهم، بيطبع عليهم في الملعب شويه مع الشغل الفني يعني شويه. كابتن ايهاب معاك الشاشيني.
كابتن حبيبي، ازيك يا وحشنا يا كابتن إيهاب. اخبارك ايه؟ والله انت اكتر. بص يا كابتن، انا عاجبني قوي تدويرك للعيبه. بتستخدم ده امتى وبتستخدم ده امتى؟ هاني سعيد يقعد، لا ينزل حسين الشحات نص ملعب، يطلع عاصم صلاح يخش حسين الشحات باك يمين. بس اللي عاجبني اكتر الضغط كمدرب وكراجل بتفرج على كوره. بس عايز اقول لك عاجبني قوي الضغط الجماعي كل بتاع سنه الفرقة. التدوير بيبقى فيه خبره اكتر. انا بقى قبل كده في سنين فاتت كان ما ممكن شويه بيبقى فيه. لا انا بقول لك عجباني قوي الفتره دي. بس اللي عجبني اكتر يا كابتن ايهاب الضغط بتاع الفرقه، ده يدل على الجاهزيه البدنيه والتكتيك بتاعهم العالي. انت كابتن كبير وبتفهم، عشان كده النهارده هو فعلا افضل يوم في ان احنا اشتغلنا فيه، خصوصا في الشوط الاولاني حتى واحنا 11 لعيب فعلا كانوا مميزين جدا. وانا قلت يعني الكلام ده لسه من شويه، ان اكتر حاجه يعني انا سعيد فيها النهارده غير بعد المكسب، يعني ان اداء اللعيبه في الحته اللي انت بتتكلم فيها دي بالظبط، ان انا بجيب الكره بسرعه من الثلث الاخير، ودي يعني كنا لسه في اول كام ماتش ما بنقدرش نعملها قوي نتيجه حاجات مختلفه. مبروك كابتن ايهاب. وكابتن شادي بقى اخر سؤال، شادي محمد. كابتن ايهاب الف مبروك. كابتن شادي بقى وحشني والله انت اكتر يا كابتن. انت لعبت مع كابتن ايهاب في تليفونات بني سويف ولا بس كنت قاعد في الاسماعيليه كده في قهوه بتجمع فيها النجوم. انت عارف انا طبعا. كابتن ايهاب، انا كنت عايز اكلم حضرتك في جزئيتين. الجزئيه الاولى اللي كريم كلمك فيها اللي هي الروتيشن اللي بتعمله محسوب وفي خبره، بس انا هكلمك بقى في حاجه فنيه. الواحد بيتفرج، احنا كل يوم بنتفرج او كل اسبوع بنتفرج على كل المباريات. بشوف في فرق بينزل التشكيل مفيش الحلول الاطراف اللي فيها الجناحين يدخلوا لجوه. انا تنوع يعني بحييك النهارده على التنوع، وفرقتك معاها الكوره واللامركزيه اللي فيها هشام وهاني سعيد مع تحركات احمد الشيخ والاختراقات الهجوميه اللي بتعملها، اللي فيه مش بتعتمد على اللعبه وتحرك وتتحرك من غير كوره. الكلام ده باين النهارده، فبحييك عليه للامانه. ربنا يخليك يا مستاذي. انا مش عارف اقول لكم ايه بصراحه، يعني انا مش هقدر يعني. احنا بنقطع فيك ساعات يعني برضه، خلي بالك، بس النهارده مش قادرين نقطع. الاداء حلو وعجبنا، كل حاجه حلوه بصراحه. ربنا يخليك. لا انا يعني انا مش هقدر اقول حاجه غير ان هو توفيق ربنا، وانا بحاول بقدر الامكان يعني اتعلم من حتى المدربين الكبار، ويعني احاول اعمل حاجه وبنفس الوقت برضه استحمل فيها اللعيبه يعني. اكيد. مبروك كابتن ايهاب وبالتوفيق دايما، وشدوا حيلكم كده. المقصه عاملين لكم اغنيه جامده قوي، تيجي تسمعها. بتسمعها في العربيه ولا لا؟ بعد اللي في ماتشات، في كل ماتش انتوا عاملين لكل الفرق كل الفرق. طب اسمع، هنسمعها لك احتفالا بالفوز النهارده على المقاولين. ماشي. ولما صعدنا المقصة خلت كل الناس يحترموا الفريق ويشوفوا أحلى كورة معاه. أيمن حفني كان بيجري الدوري كله وراه، وبعديها بسنين كتير واحنا مكملين. المقصة نادي تخصص إنتاج موهوبين. أقوى تغطية لمباريات كرة القدم المحلية والعالمية، كواليس حصرية ولقاءات من داخل الملاعب ننفرد بها. استاد كورة FM.